هل الشخص بيبقى ربنا مقدر له ان هو هيمرض بالمرض ده؟ ما هو ده اللي بتكلم يعني هو فيه. لا، نازل. ما هو عشان كده بقول لك اهو. ما طيب يعني عشان كده بقول لك هي المشكله في المصطلحات. انا بحب اه اركز على المصطلحات. اه هناك قدر وهناك علم. ايوه كويس كده. تمام. فالله يعني خلينا نفرق بين القدر والمكتوب. ماشي، خلينا كويس نفرق كده. بين القدر والمكتوب. القدر معناها هتاخد بالمقادير دي هيحصل لك النتيجه دي. تمام. المكتوب ان الله يعلم ان فلان سيأخذ بالمقادير دي فهيحصل له كذا. حلو كده. امم عشان كده هو ليه في حديث نبوي بيقول ان الدعاء يرد القدر؟ بالظبط. لان الدعاء من الاسباب اللي بتغير القدر. ما هو انا النهارده لو انا النهارده اخدت باسباب الفقر امم هبقى فقير، ده قدري اهو. يعني قدري حصل بسبب سعيي. وصلت كده. امم طيب قمت انا، هو بقى حاصل، بقى طالما حصل بقى قدري. قمت انا داعي ربنا وبدات اخد باسباب الرزق وادعي ربنا بالرزق واعمل الحاجات اللي ربنا، زي الاستغفار مثلا. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا امم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. فانا بدات اعمل اسباب الرزق، يقوم القدر بتاعي يتغير من فقر الى ايه؟ غنى. الى غنى. وربنا كان عارف. يعني لا، في الاخر سعي، مش طبعا هيفضل لا. قاعد. الله عليك، حلو الحته دي قوي. عشان اه كده بقول لك ساعات ادراك الناس بيلخبط. اه الرضا ليس معناه ان انا عايز افضل كده، لا. امم الرضا معناها تحييد مشاعري، وان مشاعري تبقى ايجابيه عكس الموقف اللي انا فيه. فلما هرضى هيبدا يجي لي افكار ايجابيه لان انا بقيت راضي. فالافكار دي لما اتبعها هوصل للهدف. عشان كده الصبر، اصلا كلمه صبر للاسف الشديد معظم الفهم الخاطئ عند الناس عن الصبر انه كتم. امم لا، الصبر هو الحياد، ان تجعل مشاعرك مختلفه عن الحاجه اللي انت عايشها. اوكي. حلو كده. امم عشان كده بشر الصابرين امم الذين اذا اصابتهم مصيبه، اي مصيبه اهي، قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ما كده كده ربنا رجعوا تاني. في امم يعني خلاص، ما هو الحياه دنيا هتخلص، هيبقى في جيم اوفر. اللي هيقول كده هيبقى عايش الم ومعاناه وازاي. لا. في جلد ذات يعني. ايوه. فاذا الصبر هو اداه لحياد المشاعر. الرضا هو اداه لجعل المشاعر ايجابيه رغم انف الهدف. طب وصلت كده. دلوقتي اه